بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. انا ام احمد، وجاي لكم النهارده كده بفكره حلوه قوي وفيديو جديد بالنسبه لي، وهنعرف مع بعض طريقه جميله قوي لتلوين البيض. ما شاء الله، بصراحه الطريقه دي عجبتني جدا جدا. انا اول مره الونها بالطريقه دي، واول مره انزله معاكم هنا على القناه. تلوين البيض لشم النسيم والدنيا ربيع والجو بديع. قفل على كل المواضيع. المهم، قبل ما ندخل بقى بالفيديو كده، ما تنسوش تحطوا لايك، وكمان نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واول خطوه في الفيديو بتاعنا النهارده هي سلق البيض، وهقول لك ازاي نسلق البيض. تمام. اول حاجه هحط البيض، طبعا هغطيه بالميه، مش هخليها تغطيه قوي، وكمان هنزل عليه كده بنص معلقه من الملح ومعلقه من الخل، وهسيبه كده مع ايه يستوي طبعا لمده 10 دقايق. طبعا هنا البيض اللي انا استخدمته اللي هو البيض الابيض، طالما هلون بيض يبقى البيض الابيض، لان في نوعين من البيض، احمر وابيض. خلاص، يبقى اتفقنا اللي هنستخدمه في التلوين البيض الابيض. خلاص كده. طيب هنستخدم ايه النهارده؟ هنستخدم معانا الالوان الطبيعيه. عارفين الوان الطعام اللي احنا بنستخدمها كده في الطعام اللي هي الصحيه، هي دي هستخدمها النهارده. لا هستخدم بقى الوان خشب ولا فلوماستر ولا اي الوان تانية خالص. احنا هنستخدم كده النهارده الالوان الطبيعيه. فجبت كده كام بوله، 3 بولات، وكل بوله حطيت فيها ربع كوبايه من الميه، وحطيت عليها كل بوله كده حطيت فيها نقطتين 3 من اللون الطبيعي اللي احنا بنستخدمه الغذائي. تمام. عندي اللون الاحمر، اللون الاخضر، اللون الاصفر، طبعا ده ما كانش عندي سائل، كان موجود بودره، فما بيأثرش خالص، عادي مفيش مشكله. وكمان فكرت كده ان انا اعمل لون بالبنجر. تمام. كان عندي حته بنجريه كده في التلاجة، طلعتها وحطيت فيها شويه ميه دافيين وسبتها كده 5 دقايق. خلاص كده يبقى الالوان بقت جاهزه معايا، وقلبتها كلها ودوبتها. هنستخدم ايه كمان؟ هنستخدم كده مناديل. تمام. مناديل مطبخ. انا استخدمت مناديل مطبخ، ممكن تستخدمي مناديل عاديه خالص. هجيب بقى طبق احط فيها المنديل كده. طبعا انا حطيت حتتين فوق بعض، لان طبعا كلنا عارفين المناديل المطبخ بتبقى كده مفصوله، فطبعا بين الفاصله كده حطيت حته تانية علشان تثبت معايا اللون شويه. طيب هنا بقى اللعب بقى بالالوان. تمام. اللعب ده على ذوقك انتي. حاولي بقى تنسقي الالوان مع بعضها، تعملي تشكيله من الالوان كده على الورقه. خلاص، هتاخدي كده معلقه من كل لون انت عايزاه، وهحط البيضة، وكل اللي عليك هتلف المنديل كده حوالين البيضة. يعني بمعنى ان انا هحط البيضة في المنديل واقفل عليها. خلاص. طيب جبت تاني اهوت، هنا حطيت بقى الاحمر مع الاصفر، واحط البيضة. تمام. وهقفل عليها. بس الفكرة سهلة وما فيهاش أي افتكاسات، ما فيهاش أي حاجة، والموضوع كله ما خدش مني بالظبط 10 دقايق. أيوة والله زي ما بقولك كده. ليه؟ علشان أنا الأول كنت بقعد ألون بقى بالألوان اللي في الماستر والألوان الخشب، كنت ممكن أقعد ساعة كده ألون وأرسم وأبدع. خلاص. لكن فكرت كده في الفكرة دي عامة، أنا شفتها بصراحة فعجبتني جدا، وقلت لازم أنفذها معاكم ونشوف الفكرة هتبقى فعلا زي ما أنا شفتها ولا لأ. المهم، هنا بقى العبي في الالوان براحتك. حاولي تدخلي الالوان كده مع بعضها، بتديكي شكل جميل قوي. يعني هنا استخدمت الاخضر مع الاصفر بس. تمام. حطيت بقى لون البنجر، البنجر كده كان بيديني لون عنابي جميل قوي، مع الاخضر مع الاصفر، واديله بقى كده جميع الالوان مع بعضها، وحط البيضه وقفلي عليها. خلاص، هنشيل بقى كده، خلصنا الكميه كلها، وهسيب بس البيض كده في المناديل لمدة 10 دقايق، مش أكتر من كده. وابدأي كده شيليها. بصوا، مش عايزة أقول لكم بجد تحفة. عاملة تشبيحة كده زي تشبيحة الرخام أو تجزيع الرخام. اللي عارفين بقى الرخام وكده والتجزيعات بتاعته، هما هيعرفوا أنا بقول لهم إيه. ما شاء الله، بجد الفكرة دي حلوة أوي يا جماعة. تلوين البيض بالطريقة دي ما شاء الله جميل جدا وسهل، وما بياخدش وقت خالص. بصوا بقى، بصوا الجمال، بصوا تشبيحة البيض. انا هنا كانوا الولاد واقفين قدامي والله العظيم في الشباك ومستنيين، وبصوا انبهروا معايا بنتيجة الالوان. جميلة جدا. ممكن تستخدمي لون لوحده بس، يعني ممكن تستخدمي الأحمر بس لوحده في منديل، أو الأخضر. لكن بصوا بقى هنا التشبيهات، بصوا التجزيعات جميلة ازاي. والمهم إن كله طبيعي، مفيش أي ضرر، مفيش أي حاجة خالص تزعل. بصوا، شفتوا اللون ده جميل قوي. استنوا كده
انا كانوا مستعجلين. شفتوا بقى اللون البنجر الظاهر كده مديكي لون عنابي حلو، ومديها تشبيهات بجد جميلة. فعلا يعني في افكار كتير لتلوين البيض، وبطرق سهلة وبطرق بسيطة جدا، ومش مكلفة حاجة، وما خدتش وقت بجد. ايه رأيكم بقى في سلة البيض الجميلة دي؟ واللون بتاعها تحفة. يعني بصوا مش عارفة يعني اجيبها لكم من جميع الزوايا. بجد يعني حاجة كده رائعة. جربوا الفكرة دي. يعني لو لسه كده محدش لون بيض، خلاص اعملوا البيض بالطريقة دي، بجد هتعجبكم جدا جدا وهتعجب أولادكم بجد. حلوة قوي. شايفين الجمال بقى؟ بصوا بقى، اوعى وشك. تشبيهات تحفة جميلة جدا جدا، والطريقة بجد تسلم ايدك يلي عملتي او فكرتي في الفكرة بصراحة دي. انا اسمع على طول عن طريقة نلون بقى مثلا بالكركديه بالكركم بالالوان دي، ولازم اغليها واغلي كل حاجة لوحدها وبتاخد وقت. لا لا، جربي كده بالفكرة دي، سهلة ومتاخدتش وقت خالص، بجد بجد حلوة. أتمنى تجربوها. وكل سنة وانتم طيبين حبايب قلبي. ويا رب كده الفيديو بتاعي يكون عجبكم وكنت عند حسن ظنكم. يا أحلى وأغلى متابعين، وشم نسيم سعيد عليكم يا رب. بقى اللايك والكومنت المحفز منكم، ويا ريت كمان لو تشيروا الفيديو لأكبر عدد من الإخوات عشان الكل يستفيد حبايب قلبي. وربنا يحسن ما بين إيدينا جميعا، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بحفظ الرحمن حبايب قلبي، ومع السلامة.